إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، جاء في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. والحديث رواه الإمام أبو داود في سننه، وهو حديث صحيح من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، يتكفل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في الجنة لمن أتى بسبب من هذه الأسباب الثلاثة التي كل واحد منها يكافأ عليه المسلم ببيت في الجنة. أنا زعيم، والزعيم معناه الكفيل والضامن. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يتكفل ويضمن لك بيتا في الجنة. فأي ضمانة تريدها بعد ضمانة النبي صلى الله عليه وسلم وكفالته عليه الصلاة والسلام؟ فالزعيم هو الكفيل والضامن، كما قال سبحانه وتعالى عن نبيه الكريم يوسف عليه السلام: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني متكفل وضامن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يضمن لك بيتا في الجنة. والبيت عندما يضاف إلى الجنة فيعلم أنه بيت فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الناس في الدنيا إذا أضيف البيت ونسب إلى مدينة فاخرة أو حي فاخر بيوته غالية الثمن، فبمجرد أن ينسب البيت إلى حي كذا أو مدينة كذا يعلم أنه على أكمل الصفات وأنه متميز. فكيف إذا أضيف البيت إلى الجنة؟ بيوت الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وميلاطها المسك. الميلاط
مثل الإسمنت الذي تلصق به الحجرة بالأخرى، فالأحجار من الذهب والفضة، والبلاط من المسك، ومن بيوتها ما هو من لؤلؤة مجوفة وغير ذلك من أصناف النعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتكفل ببيت في الجنة لمن أتى بهذه الصفات. وقد وردت عدة أحاديث أخرى فيها وعد ببيت في الجنة لمن أتى بشيء من الأعمال الصالحة، منها ما صح في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نستكثر؟ قال: الله أكثر. إذا نستكثر يعني وجد عمر رضي الله عنه أن الثمن قليل، والذي تحصل عليه أجر جزيل عظيم. بيت في الجنة والثمن هو أن تقرأ سورة قل هو الله أحد 10 مرات وتحصل على بيت في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكثر. يعني عمر رضي الله عنه قال: إذا نستكثر يعني نكثر من قراءة قل هو الله أحد بدلا من 10 مرات، تكون 20 لنفوز ببيتين، أو 30 لنفوز ب3، أو 100 لنفوز ب10. قال: الله أكثر يعني الله أكثر أجرا وثوابا. فسلعة الله غالية، ولكن العمل بإذن الله تعالى يسير على من يسره الله عليه. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. فهنا في الحديث الذي معنا حديث أبي أمامة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة. وربض الجنة أي فناؤها وساحتها. الربض هو الفناء والساحة، والساحة تطلق على ما يكون أحيانا خارج الأسواق أو غير ذلك، كما يعني ورد في تفسيره. فلعل في الجنة بيوتا مسورة ثم لها أفنية وساحات خارج تلك الأسواق، فيكون له فيها بيوت أخرى بأمر الله سبحانه وتعالى. بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. والمراء هو الجدال الذي لا نفع فيه ولا فائدة منه، وليس فيه مصلحة في الدين ولا في الدنيا، أو ذلك الجدال الذي يؤدي إلى الأحقاد والتباغض والشقاق بين المسلمين. فمن ترك المراء وإن كان محقا، يعني حتى لو كان الحق في جانبك، ولكن وجدت أنك لو جادلت عليه وأخذت تدافع عن قولك وتنصر حجتك، أو غرى صدر أخيك المسلم وأحدث الشقاق والنزاع، فتترك ذلك لوجه الله سبحانه وتعالى، يكافئك الله عز وجل ببيت في الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وكذلك الجدال المذموم يدخل فيه الجدال بالباطل لنصرة الباطل، فهو أولى أن يتركه المسلم. وكذلك الجدال الذي يراد به إظهار النفس والتعالي على الخلق والتباهي عليهم، لأنك أعرف منهم وأفهم منهم، وتفرح لنفسك بالانتصار عليهم، ولا يكون فرحك لانتصار الحق وظهوره، ولكن لإظهار نفسك ونحو ذلك من المقاصد السيئة في الجدال. فكل من ترك ذلك
ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، حتى لو كنت محقا في القضية التي تنصرها وتدافع عنها وتؤثر تأليف قلوب المسلمين وجمع كلمتهم وتتواضع لله سبحانه وتعالى، أعطاك الله عز وجل بيتا في الجنة. وقد وردت أحاديث وآثار في ذم الجدال الذي لا نفع فيه ولا فائدة منه والذي يحدث الشقاق بين المسلمين. فمنها ما ورد في الأثر: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أورثوا الجدل. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أورثوا الجدل. ورد في أثر آخر أيضا عن بعض السلف قالوا: إذا أراد الله بعبد خيرا، أو إذا أراد الله بقوم خيرا فتح لهم باب العمل وأغلق عليهم باب الجدل، وإذا أراد الله بقوم شرا فتح لهم باب الجدل وأغلق عليهم باب العمل. دائما تجدون من شغله الله تعالى بعمل نافع ينفع المسلمين ويخدم به دين الله سبحانه وتعالى يكون قليل الجدل كثير العمل، وهذا من علامة إرادة الله سبحانه وتعالى الخير بالعبد. ثم الخصلة الثانية وهي ترك الكذب وإن كان مازحا. يقول عليه الصلاة والسلام: وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. فمن ترك الكذب حتى لو كان على سبيل المزاح والضحك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتكفل له ببيت في الجنة. والكذب من قبائح الأعمال ومن شر الخصال، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم من خصال المنافقين وعلاماتهم، فقال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فالكذب في الحديث من خصال المنافقين. وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالصديق والكذاب صيغة مبالغة في الصدق ومبالغة في الكذب. فالكذب الصدق يهدي إلى البر، والبر كلمة جامعة لكل خصال الخير، والبر يهدي إلى الجنة، يعني يوصل صاحبه إلى الجنة. فمن صدق هداه الصدق إلى البر، يعني إلى كل خصال الخير. والصدق يشمل صدق القلب وصدق العمل وصدق القول، فيكون صادقا ظاهرا وباطنا، فيكون صادقا بمعنى مخلصا لله سبحانه وتعالى، يعتقد في قلبه ما يقوله بلسانه ويعمل بجوارحه العمل الذي يوافق ما يقوله، فيطابق قوله عمله وعمله اعتقاده، فيكون من الصادقين ظاهرا وباطنا. فمن صدق فإن الصدق يهديه إلى البر، إلى جميع خصال الخير، والبر يوصله إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يعني يبذل كل ما في وسعه. يتحرى يعني يجتهد ويتعب ويبذل ما في وسعه لإصلاح ظاهره وباطنه وقوله وعمله، حتى يكون كل ذلك مطابقا للحق وموافقا له، فيتعب في ذلك ويبذل فيه جهده، فيكتب عند الله صديقا. والصديقية هي أعلى المراتب بعد النبوة وقبل
الشهادة، يعني أعلى من درجة الشهادة وأقل من درجة النبوة. فبين النبوة والشهادة تأتي درجة الصديقية، وهي درجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومريم الصديقة، كما قال تعالى وأمه صديقة. فدرجة الصديقية تلك الدرجة العالية الرفيعة يصل إليها من بالغ في الصدق وتحراه حتى يكتب عند الله صديقا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفي المقابل فإن من كذب وتحرى الكذب يعني أن يبذل جهده ووسعه في تنميق كذبه وتزويقه وتحسينه حتى يروج عند الناس ويحسبوه صدقا. فبعض الناس لا يكتفي بالكذب بل يتحرى الكذب، يعني يرتب للكذبة ويخطط لها ويزينها ويحسنها ويفتعل شواهد وأشياء تجعل الناس يصدقونه في هذه الكذبة، فلا يزال يفعل ذلك، يكذب ويبالغ في الكذب ويتحراه ويتتبعه ويحسنه حتى يكتب عند الله كذابا عياذا بالله تعالى من ذلك. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا واستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، ما زلنا في شرح حديث شريف عظيم من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أعلى الجنة لمن حسن خلقه يبني الله سبحانه وتعالى له بيتا في أعلى الجنة، ففيه فضل حسن الخلق وعظم منزلته في الدين وعظم مكانته عند الله سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. ويقول عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وخياركم خياركم لنسائهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فحسن الخلق يدل على كمال الإيمان. ثم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض العلامات لحسن الخلق. فمن علامات حسن الخلق قال: الموطؤون أكنافا، أي المتواضعون. فمن علامات حسن الخلق التواضع. الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. فمن علامات حسن الخلق أيضا والدلائل عليه أن يكون المؤمن ممن يألف ويؤلف. يألف يعني يحب المؤمنين والصالحين، وهم يألفونه يعني يحبونه. فهذه علامة على حسن خلقه، لأن الذي يحب المؤمنين والصالحين دائما الجزاء من جنس العمل. على قدر محبتك لإخوانك يلقي الله سبحانه وتعالى محبتك في قلوبهم، تحب لهم الخير فيحبون لك الخير،
بإذن الله سبحانه وتعالى. ومحبتك للمؤمنين تكون علامة على حسن ظنك بهم وتغافلك عن أخطائهم وعيوبهم، وتكون يعني علامة على إرادتك الخير لهم. كلها أبواب من أبواب حسن الخلق. وهم يألفونك، الناس لا تألف، يعني لا تحب من تكبر عليهم ولا من يظلمهم ولا من يعبس في وجوههم ولا من يسيء إليهم. فكونهم يألفونك دليل على أنك تحسن إليهم وتحسن معاملتهم. فمن علامة حسن الخلق أن يكون المؤمن ممن يألف ويؤلف. قال: ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. الذي لا يألف الناس ولا يألفونه مقصودنا، يعني لا يألف أهل الخير والصلاح والاستقامة. ومن كان لا يألفهم وهم لا يألفونه فهذا لا خير فيه، وهي من علامات سوء خلق. كذلك من علامات حسن الخلق حسن الخلق مع زوجتك وأهل بيتك. وخيركم خيركم لنسائهم، لأن الإنسان قد يتصنع حسن الخلق بين الناس لقصر الوقت الذي يقضيه معهم، فيمكنه أن يتصنع أمامهم حسن الخلق، لكن لا يمكنه ذلك في بيته ومع امرأته. فحينئذ يظهر حال الإنسان ويظهر خلقه على حقيقته. فمن كان حسن الخلق في معاملة أهله فهذه دلالة على حسن خلقه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حسن خلقه كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم وكان محبوبا من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة أسوأكم خلقا الثرثارون المتشدقون المتفيقون. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيقون؟ قال: المتكبرون. كما ذكر في الحديث الأول علامات حسن الخلق، ذكر هنا من علامات سوء الخلق الثرثرة، وهي كثرة الكلام الذي لا نفع فيه ولا فائدة منه في الدين ولا في الدنيا. لا يدخل في الثرثرة الكلام النافع بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن، تعليم العلم النافع والأمر بالمعروف، وكذلك إيناس الضيف وإيناس الأهل ونحو ذلك. هذا مما يدخل في الكلام النافع، ما يكون من حسن العشرة بين الزوجين وما يكون من إيناس الضيف والرفيق ونحو ذلك. فهذا كله من الكلام النافع الطيب. ولكن الكلام الذي فيه كذب وفيه نميمة وفيه غيبة ولا نفع فيه ولا فائدة تعود منه ويعطل عما هو أنفع للإنسان في دينه ودنياه، فهذا من علامات سوء الخلق، لأن من كثر كلامه كثر خطأه. المتشدقون هو الذي ينوي شدقه تفاصحا، يعني في تلبيس الحق بالباطل وفي الدفاع عن الباطل وإظهاره في صورة الحق، أو تكبرا على الناس وتعاليا عليهم. فهذا كله من علامة سوء الخلق. المتفيقون أي المتكبرون. أيها المسلمون، مما ورد في تعريف حسن الخلق ما رواه الإمام الترمذي عن عبد الله بن المبارك الإمام الجليل رحمه الله تعالى أنه قال: حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. عرف حسن الخلق بثلاثة أشياء: بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. فهذه يعني هذا هو تعريف حسن الخلق عند هذا الإمام الجليل. أيها المسلمون، في ختام هذه الخطبة بإذن الله تعالى يعني نعلن عن محاضرة في مسجد الفاروق إن شاء الله في بلومنتون في الساعة 6
بإذن الله تعالى محاضرة قصيرة من السادسة إلى صلاة المغرب نحو 45 دقيقة أو ساعة إن شاء الله تعالى عن الأندلس، يعني بمناسبة زيارة الأندلس في الأسبوع الماضي قرطبة وغرناطة وطريطة وتلك الأماكن، فنلقي يعني خاطرة عن أحوال المسلمين هناك وماضيهم وحاضرهم يعني بإيجاز في حدود ما يسمح له. من أحب إن شاء الله أن يحضر فالدعوة عنه في بلومنتو مسجد الفاروق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا